أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا عباد الله وتذكروا أن الله ربنا رحيم منان غفور رحمن واسع العطاء والمغفرة، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، لا يفنى ما عنده ولا يفسد، ولا ينقطع عطاؤه بسؤال سائل ولا ينفد. وهو القائل سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهو الحي القيوم الذي نفتقر إليه في كل شيء، وهو غني عنا وعما عندنا في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن آثار رحمة الله تعالى أن أمر عباده بدعائه وسؤاله، وتعبدهم بذلك، ووعدهم بالإجابة، ويغضب على من ترك دعاءه واستغنى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإن هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث ندبهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها. وقد وصل جهل بعض الناس إلى إيثار ترك الدعاء، زاعمين أن فيه سوء الأدب مع الله، ويتعلقون في ذلك بأثر من الإسرائيليات علمه بحال يغني عن سؤاله. وجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى، وإنما هو من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه وفقره. وقال الله عز وجل في نعت أعلم عباده به وهم رسله عليهم الصلاة والسلام، قال عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، رواه أهل السنن الأربعة. فتسلحوا عباد الله بهذا السلاح المتين ألا وهو الدعاء، خاصة في أوقات الشدة والقلق، ولا تعجزوا عن الدعاء فتكونوا أعجز الناس، كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام: والتمسوا آداب دعاء ربكم وأسباب قبوله، وأقلعوا عن موانع الإجابة موانع الإجابة فإنها موجبة للخسران. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك لما ذكر الرجل
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء 4: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول الانكسار بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وثانيها التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. وثالثها مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ورابعها الإلحاح وتكرار أسماء الله الحسنى، كما في قوله: يا رب يا رب. قال عطاء: ما قال عبد يا رب يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. وتذكروا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأسباب كلها لم تؤثر في إجابة دعوة الرجل لوجود مانع حال دون ذلك، فذكر أن أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به مانع من إجابة الدعاء. سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن سبب استجابة الله لدعائه، فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. ومن آداب الدعاء ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، كما في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه: وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، أي يوم الجمعة، كما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو راوي الحديث. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي ربه وذلالة وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة إجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. وقال رحمه الله: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الداعي في نفسه غير صالح
أو الداعي فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. وتذكروا عباد الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. رواه أحمد في المسند. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.